أعزائنا المشاهدين في كل مكان، طاب مساءكم بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء، أستهلها لكم بأبرز عناوينها. جهود للسيطرة على دودة الحشد الخريفية في مندفرة. تواصل برامج التشجير في فورو. اجتماع لتطوير قدرات المرأة في أيكوتا. الاتحاد الأوروبي يخفق في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد إيران. قتلى في أعمال شغب بسجن أمريكا. والزعيمان القبرصيان يفشلان في إحياء عملية السلام المتعثرة. كانت تلك عناوين النشرة، إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. تجري الجهود في مديرية مندفرة للسيطرة على دودة الحشد الخريفية المهاجرة التي ظهرت في مزارع الذرة الشامية في مساحة 250 هكتار. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد برخة تخل سلاسة لوكالة إيرنا إن خبراء الزراعة والمزارعين يقومون بمتابعة ومراقبة حثيثة لمكافحة دودة الحشد الخريفية التي انتشرت في دول الجوار والسيطرة المسبقة عليها في حال ظهورها، مشيرا إلى أن ظهورها في بعض مزارع الذرة الشامية أدى لعزل أماكن تواجدها وإحراقها. وقال خبير تنمية النباتات في ضاحية كودو فلاسي الشاب محرت أب نجاش إن وعي المزارعين بالآفة الزراعية ساعد في أعمال المكافحة الجارية. وأوضح إن عملية المكافحة تشمل وأد تكاثر الدودة للحد من الأضرار، داعيا المشاركة الواسعة للمزارعين. وأشار المزارعون إلى متابعتهم الجيدة بمعلومات التي ظلت تقدم عبر وسائل الإعلام بشأن دودة الحشد الخريفية المجنحة، ويقومون بإبلاغ أقرب مكتب لوزارة الزراعة في حال ظهورها في مزارعهم، مؤكدين الاستعداد للقيام بكل المتطلبات للسيطرة على هذه الآفة. في غضون ذلك عقدت السيمينارات التنويرية بشأن دودة الحشد الخريفية لخبراء الزراعة والمزارعين وسبل مكافحتها في مديرية عرزة. وكانت سيمينارات مماثلة قد عقدت في مديريتي ميمنة وسجنيتي حول الآفات الزراعية عامة ودودة الحشد الخريفية خاصة، والقيام بجولات مراقبة في المزارع وجمع نباتات الذرة التي ظهرت فيها الدودة وإحراقها. دعا مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة لدى لقائه السكان للدفع بأعمال التشجير التي بدأت بمستوى محدود. وأوضح في الاجتماعات التي عقدها مع سكان كل من فورو وزولا وأفتا وأيرومالي وإرافلي وقبقب وواسانا وحديش وقنم لحزين وكمهولي وعربتو ومحفيد وروبا حداس وروبروبيا ومالكا أن الأشجار تسهم لاستقرار البيئة ونمو التنوع الإحيائي، وحث للقيام بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتشجير. وذكر على تجهيز الأراضي الزراعية التي يتم ريها بسيول أمطار الهضبة وتنسيق جهود ومشاركة مؤسسات الحكومة والجبهة لرفع المشاركة في التعليم، مؤكدا قدوم مولدين كهربائيين كبيرين للطاقة الكهربائية قريبا لتوفير الكهرباء لبلدة فورو. وأكد السكان على الجاهزية الدائمة لإنجاح برامج التنمية، مطالبين لحل مشكلة مياه الشرب في أفتا وزولا وعدعش وونجبو ومالي، وبناء مؤسسات صحية في مناطق زولا ومالكا وأومالي، وصيانة طريق فور أومالي وصيانة المجرى التحويلي بدعم حكومي لكونه أصبح فوق قدرات السكان. عقدت سيمينارات في 12 ضاحية بمديرية أيكوتا لضمان صحة المرأة وتطوير قدراتها. وأوضح مدير مركز أيكوتا الصحي الممرض جبرو زرئي أن على المجتمع إبداء الاهتمام الكبير بصحة المرأة عامة والأمهات خاصة لكونه يضمن صحة الأسرة، وناشد للاهتمام الخاص بالأمهات والأطفال في جهود مكافحة الملاريا. وقال مدير مديرية أيكوتا السيد شيخ الدين صالح إن السيمينارات التي ينظمها المهنيون لها دور كبير لدرء الأمراض، مشددين على وجوب المجتمع بتطبيقها. وأشار المشاركون بأن انخفاض الأمراض المعدية هو نتاج حملات التعبئة الجارية، داعين للدفع بها بتنظيم أقوى. قام مكتب القانون والنظام في مديريتي ابن حيلي وعد قيح بإحراق مواد استهلاكية منتهية الصلاحية تقدر بأكثر من 150 ألف نقفة تم ضبطها في المتاجر. وأفاد مراسل وكالة إيرنا إن المواد لا تشمل الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والاستحمام، وقد تم معاقبة المتاجر التي كانت تبيعها.
وأعرب مدير مركز النحيل الصحي الممرض برهي كداني عن القلق من بيع وتخزين بعض المتاجر مواد مثل المبيدات الحشرية إلى جانب المواد الغذائية خارج إطار الترخيص الممنوح لها، داعيا التجار لتقديم الصحة على الربح. وأوضحت مسؤولة القانون والنظام في مديرية عدقيح السيدة جبريلا إتبارخ أن أنشطة المراقبة الجارية وحملات التعبئة خفض من ظاهرة بيع المواد المنتهية الصلاحية، داعية المواطنين لتقديم المعلومات للحفاظ على هذه الإنجاز والدفع بها قدما. توفي في 17 من أبريل عضو وزارة التعليم المناضل يعقوب جبرسلاسي جراء مرض ألم به. والتحق المناضل يعقوب بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر فبراير عام 1975، وخدم بداية في التموين والإمداد بمختلف المسؤوليات في التنظيم، ومن ثم مسؤول لجنة الرياضة في جهاز التعليم حتى الاستقلال، وعمل بعد الاستقلال مسؤول الممتلكات في كلية أسمر لإعداد المعلمين. والمناضل يعقوب جبرسلاسي رب أسرة وأب ل3 أبناء، وسيورى جثمانه الثرى ظهيرة يوم غد الأربعاء 18 من أبريل بمقبرة الشهداء بأسمر. وتعرب وزارة التعليم عن بالغ حزنها لوفاة المناضل يعقوب جبرسلاسي، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه المناضلين وزملائه في العمل. مشاهدينا الكرام، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، كونوا معنا. أهلا بكم مجددا. أخفق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض عقوبات جديدة على إيران وسط معارضة إيطاليا ومخاوف من أن معاقبة طهران على برنامجها الصاروخي ودورها الإقليمي لن تمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التخلي عن الاتفاق النووي. وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال بعض الدبلوماسيين إن تلك النتيجة تعني أن التكتل قد لا ينجح في الوفاء بمهلة 12 من مايو التي حددها الرئيس الأمريكي من أجل إصلاح الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ويسعى الاتحاد لإنقاذ الاتفاق الذي وافقت طهران بموجبه على كبح طموحاتها النووية لما لا يقل عن 10 سنوات، لكن ترامب انتقده بشدة. وهدد ترامب بعدم تمديد واشنطن من تعليق عقوباتها على إيران وفقا للاتفاق الذي شهد موافقة الغرب على رفع عقوبات واسعة النطاق عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي. قال مسؤولون بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية إن 7 نزلاء بأحد سجون الولاية قتلوا طعنا، كما أصيب 17 آخرون في واقعة شغب دامت 8 ساعات. وقالت إدارة السجون في الولاية إنه جرى تأمين مؤسسة لي الإصلاحية التي تقع في ولاية ساوث كارولاينا، وكانت أحداث العنف انتشرت في 3 مبان للسجناء. وقال خبير أمن السجون إن الحادثة هي الأكثر دموية منذ عام 1993 عندما قتل 9 سجناء وضابط في سجن أوهايو الجنوبي بمدينة لوكاسفيل. وقال مسؤول الطب الشرعي في مقاطعة لي إن السجناء ال7 في ساوث كارولاينا قتلوا طعنا في السجن البالغ عدد نزلائه 1583 سجينا. فشل زعيمان القبرصيان في إحياء عملية السلام المتعثرة إثر لقائهما تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 9 أشهر. وصرح الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أنستاسيادس أمام صحفيين بأن الجانبين يلتزمان بمواقفهما، وذلك إثر لقائه مع الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي. وأعلنت الأمم المتحدة في بيان أن الزعيمين تبادلا الآراء بشكل منفتح وصريح خلال لقاء على حدة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها في نيقوسيا. وأعربت مجموعة من القبارصة الأتراك واليونانيين الذين تجمعوا خارج مكان اللقاء عن الأمل بأن يحرز أنستاسيادس وأكينجي تقدما. والخلاف حول موارد الطاقة في البحر المتوسط عامل آخر يعقد محاولات توحيد الجزيرة بعد انهيار المحادثات العام الماضي. ثار بركان جبل سينا بينغ مجددا في إندونيسيا نافثا دخانا أسود كثيفا من فوهته، وتسبب في إخلاء آلاف الأشخاص من منازلهم خوفا على حياتهم. وتعد هذه ثورته الأخيرة منذ إعلان الإنذار في إندونيسيا بأعلى درجاته منذ عدة أشهر. وأبرزت وكالة رويترز للأنباء صورة توضح حجم الدخان الذي ينطلق من فوهته، وكان بالإمكان رؤية أعمدة الرماد لارتفاع 3 كيلومترات.
هذا وذكرت وكالات حكومية بأن الحمم البركانية انتشرت على نطاق كيلومتر جنوبي شرق البركان، وتوجد مخاوف على تلوث الهواء في محيط المنطقة وتعرض السكان لمخاطر كبيرة. أعزائنا المشاهدين، بهذا وصلت بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. أشكركم على حسن إصغائكم ومتابعتكم. تحياتي لكم في التقديم نور الدين خليفة. تصبحون على خير. إلى اللقاء.